السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض طاجن البامية باللحمة. هيطلع معاكي في منتهى الجمال، وهنعمله بقى في الزبدية الصعيدي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، حاجة في منتهى الجمال، وهيطلع معاكي بجد احلى طاجن بامية هتاكليه من جماله. ينفع تعمليه باللحمة البتلو او الكندوز او الضاني. انا هعمله باللحمة الجملي، وده على حسب رغبتك انتي. تعالوا مع بعض نشوف المقادير والمكونات. اول حاجة هنسمي بسم الله. معايا نص كيلو من اللحمة، واللحمة دي موزة، وزي ما قلت لكم على حسب ما انت عايزة. ومعايا 50 جرام من الدهن او اللي هجيب معلقة كبيرة مادة دهنية. طبعا انا هستخدم بقى زيت عشان انا هحط الدهن ده فما يبقاش تقيل. انا بعد كده هبتدي ان انا اشوحه زي ما انتوا شايفين كده. واول ما يبتدي يسلم معايا هحط بقى معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وبعدها هنزل باللحمة بتاعتي عشان اديها تشويح. والخطوة دي مهمة وبتفرق كتير في طعم البامية بتاعتي. انا هبتدي كده انزل اللحمة زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. واول ما تقلب اللون بقلبها على الوش التاني، بس اهم حاجة اول ما تقلب عشان ما تلزقش منك في الحل. اهي يا حبايبي كده هي سابت الحلة وقلبتها على الوش التاني. بصوا، عايزة اقول لكم حاجة في منتهى الجمال. بعد كده هنزل بقى ورق لورا وحبهان، ودي التوابل اللي بضيفها في الاول لان انا ما بسلقش اللحمه. بعد كده ببتدي ان انا اشوف اللحمه. بصوا خدت تشويحه جميله ازاي. هجيب بصلايه بقى متقطعه مكعبات كده، وهبتدي ان انا انزل على اللحمه بتاعتي وهقلبها لحد ما البصلايه تبتدي تاخد لون وتكرمل معايا اهو يا حبايبي. هفضل بقى اقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا احنا ولا ضفنا ميه ولا ضفنا اي حاجه. هسيب بقى اللحمه على نار هاديه كده لحد ما زي ما قلت لكم البصلايه تبتدي تاخد اللون معايا كده. بصوا يا حبايبي البصلايه اتكرملت ازاي ما شاء الله. وعايزه اقول لكم لونها حلو قوي وكان ريحتها قلب الدنيا. بعد كده يا حبايبي هنعمل ايه؟ هضيف بقى عصير الطماطم، وده طبعا على حسب الكميه اللي انت هتعملي فيها الباميه. وهسيبها بقى تتسبك واللحمه تستوي في قلبها. ودي الطريقه بتاعه الباميه، وانا بحب اعملها ني في ني، بتبقى طريقتها حلوة جدا كده. حبايبي بصوا ما شاء الله الصلصة ابتدت ان هي تتسبك معايا، ابتدت ان هي تتقل. هجيب بقى البامية، والبامية دي انا مفرزاها. طبعا اللحمة ابتدت ان هي تستوي، ففي الخطوة دي بنحط البامية. لكن قبل ما اللحمة تستوي ما ينفعش تنزلي بالبامية عشان البامية ما بتاخدش سوا معانا كده. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين نزلنا بالبامية اهو زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اجيب مكعب مرقة وزودتها مغرفتين من الشوربة. لو ما عندكيش شوربة زوديها مية، مفيش اي مشكلة. وحطيت لها مكعب مرقة. هسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعضها. وما تنسوش ان احنا كده كده هندخلها الفرن برضو. بعد كده يا حبيبي هسيبها بقى تاخد غلوتين. وبعدها هنعمل طشة التومة، وعايزة اقول لكم بتفرق كتير. طبعا الطشة بتاعة التومة زيها زي طشة التومة بتاعة الملوخية بالظبط، مفيهاش اختلاف. تمام. بعدها هديها تقلبتين كده بالطشة. وطبعا الحياة على حسب رغبتك انتي، انا ما بضيفش توابل كتير. دي كده هيبقى اوريها لكم. ده الزبدية او الطاجن الصعيدي. عايزة اقول لكم بيخلف كتير في الطعم الحاجة. بعدها قمت وكبيت البامية كده فيه زي ما انتوا شايفين. هولع الفرن بقى على درجة حرارة 180، واحطها على الرف الوسطاني، وهسيبها بقى لما تاخد لون وتطلع معايا بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده كده. يا حبايبي بقى طلعت معايا وده شكلها النهائي. عايزه اقول لكم بجد طعمها حلو جدا. طريقتها سهله جدا وبسيطه. ينفع تستكفي بيها طبق اساسي او رئيسي على السفره، وينفع تعمليه طبق جانبي جنب شويه رز وحبه ملوخيه وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وكده يا حبايبي كان نهايه الفيديو. لو عجبكم متنسوناش باللايك والاشتراك.